بالأمس العديد منا شاهد تصريحات رئيس الجامعة المغربية الملكية فوزي لقجع على قناة أون تايم سبور المصرية. أولا، لمن شاهد البرنامج جاءه الأمر عادي، لكن أين طرح السؤال؟ لماذا اختار فوزي لقجع الخروج إعلاميا في هذا الظرف وفي هذا الوقت؟ ولماذا قناة مصرية بالتحديد؟ أكيد هذه الخرجة لم تكن بالنسبة لفوزي لقجع لم تكن بريئة، وكانت وراءها تمرير عدة رسائل، لأنه كان قادر يتحدث لأي وسيلة مغربية ويتحدث عن مصر، لكن لن يمرر الرسالة التي يريد تمريرها. فوزي لقجع تحدثت عن أنك تربطك علاقة أخوية مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري. تحياتنا لمحمود الخطيب كرئيس وكلاعب وكشخص، وتحياتنا لجماهير الأهلي المصري. أنت عندها عامين فقط ضغط، درت كل شيء باش تنقل نهائي رابطة أبطال إلى المغرب، وما كانش ذهاب وإياب حتى يفوز نادي الوداد لأقصي هذا العام من دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا. أنت درت كل شيء باش تحرموا من اللقب، ودوك الآن تقول أنت أخويا وتربطني علاقة معك أخوية. الجميع يعرفك يا فوزي لقجع عندما يتعلق الأمر بالخبط الكروي والكولسة ما تعرف لا أخوك ولا أي شخص. لذلك تحاول الآن التملق والتقرب وإعادة إصلاح علاقتك مع المصريين، وتقول لهم أنك بلدك تاني وساعدتهم في احتضان كأس أفريقيا في 2019. لا يا أخي، الجزائر هي من وقفت مع مصر شعبا ودولة وحكومة ورياضة، وحتى في المجال الرياضي سنة 2019 من أجل أن تحتضن مصر نهائيات كأس أفريقيا 2019. تم ساعدتهم مواد. تهدر كلام حتى العقل لا يتقبله. تقول بأن لا وجود لأي مغربي على رأس لجنة التحكيم، لكنك والجميع يعرف أنه لجنة التحكيم تمشي تحت يدك بسبب أموال الفساد التي أغرقتم بها الكاف، والدليل الفضائح بالجملة سواء على المنتخب الوطني الجزائري أو الأندية الجزائرية التي تتعرض إلى ظلم تحكيمي فاضح وواضح. لكن للأسف غاب العديد من رجال الجزائر عن أروقة الكاف، لذلك تفعل ما يحلو لك، لأنه لما كانت هناك الرجال تحكم في الكاف تكون تحكم مرقى وستيلو وتكتب فقط، لم تستطيع حتى التكلم. على كل حال الجزائر ستعود، لا تقلق يا فوزي لقجع. تحدثت أيضا على أبو ريدة. أبو ريدة هو معروف أنه من بين الشخصيات النافذة سواء في المكتب التنفيذي للفيفا أو في الكاف. كي قربت الانتخابات على المكتب التنفيذي للفيفا بدأت تتحرك من أجل كسب ود ورضا أبرز أعضاء المكتب التنفيذي للكاف، المعروفين أنهم لو يدعمونك ستصل. لذلك تحركاتك وخرجتك الإعلامية اتجاه الرسميين المصريين لن تكن بريئة، والإخوة هناك في مصر يعلمون ذلك، يعلمون أنك حب تربح الملاحة بالدرجة بعدما قمت بعملك وبكولستك ضد الأندية المصرية. لذلك تلك الخرجة لن تكن بريئة، وكما يقال فوزي لقجع هنا بالجزائر فاقوا بك. انتهت تلك تلاعباتك وانتهت كل تلك الأمور الغير رياضية والغير أخلاقية اللي تقوم بها في الكاف وفي معظم اللجان التابعة لها. نحن نتكلم عن فوزي لقجع وليس الشعب المغربي الشقيق. الجميع من شاهد تحدث أيضا قال بأنه لم نأخذ كأس إفريقيا كنا قادرين نساعد المنتخب المغربي في كأس إفريقيا. قال لو كان عندي القوة والسلطة راني ساعدت. وانا نقول لك لو كانت عندك حقا
كانت جات بيدك أنت، كان المنتخب المغربي كل موسم يدي كأس إفريقيا. لكن فوق أرضية الميدان شفنا أمر آخر تماما، حتى بالحكام وبمساعدة الفار وما قدرش تعاونهم وما قدروش يوصلون. تعاونت المنتخب المغربي من كل الجهات، لكن فوق أرضية الميدان لا غالب. هذاك وش حلبت. لذلك خرجتك الإعلامية هي واضحة، وأنك انطلقت في حملتك بخصوص المكتب التنفيذي للفيفا، لأنه اقتربت الانتخابات وتريد التقرب من الخطيب رئيس النادي المصري والمعروف بهبته وقوته على المستوى الدولي، وحتى أبو ريدة أيضا. الآن تريد استهداف كل ما يهم مصالحك، لأنه لو لم تكن لديك مصلحة لما توجهت لتمرير تلك الرسالات إلى الرسميين المصريين عن طريق قناة مصرية. لذلك الخرجة تاعك يا فوزي القجع ورسائلك لن تمر مرور الكرام إلى الرسميين المصريين اللي يعرفوك جيدا ويعرفوا خباياك ويعرفوا اش راك دير وعلى بالهم بكل شيء، لأنه مقر الاتحاد الإفريقي وموجود في مصر، لكن التحكم فيه راه في المغرب، والتحكم في لجانه راه في المغرب، والتحكم في أعضائه راه في المغرب. وهذا ليس راه في المغرب من أجل السياسة الجميلة، لأنكم أغرقتم هؤلاء الأعضاء بالمال الفاسد، ونحن نعلم جيدا تلك أعضاء ومختلف لجان الكاف ما يمشيوش معك باطل، يمشي معك مقابل مادي. وبما أن الجزائر والجزائريين لا نتعامل بهذا المبدأ ولا نستعمله، لذلك عادة ما يقفون ضدنا، لكننا دائما ما كنا وحيدين، لكننا نتغلب على الجميع. الجزائريين هكذا يمشوا بعقيدة لو سول كونتر توس. ستتغير الأمور يا فوزي القجع، دوام الحال من المحال مدام هناك الرجال الجزائريين الأحرار.